عاوز تجيب الرقصة دي يا جدعان؟ النهاردة جيت اشرح لكم مهمة صانع السلام. المهمة دي سهلة يا جدعان، هتاخد من خلالها 170 نقطة. ويلا بينا نشوف الشرح، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ويلا بينا نشرح المهمة بتاعة صانع السلام. زي ما انتوا شايفين كده عندي 82، يعني لسه بدري. واهم حاجة تحتاجها في انجاز المهمة دي، الشخصيات اللي قدامك دي احنا مش هنلعب او مش هنعمل فايتات خالص. اهم حاجة تفضل لاخر حد في الجيم. وهنشوف دلوقتي مع بعض. دخلنا باتل رويال عادي عشان محددش. واهم حاجة تنزل اخر واحد في الطيارة، تنزل بعيد عن الناس كلها عشان احنا مش هنفايت مع حد. احنا بس هنفضل لغاية اخر ناس في الجيم عشان نعمل المهمة. وتنزل تروض دنيتك وتشوف لك عربية بقى وتفضل تلف بيها، لان محدش هيعرف يجيبك بسبب الشخصيات اللي احنا حاطينها. بسبب شخصية ميشا محدش يعرف يجيبك من السيارة. هتفضل تلف بقى في الجيم مع نفسك، ما تفايتش مع حد، ما تنزلش من العربية، تفضل تبدل. لو حد ضرب عليك في العربية تشوف عربية غيرها، تفضل لغاية آخر حاجة عشان المهمة تتعامل معاك بكل سهولة. زي ما انت شايف كده أنا عمال ألف بالعربية براحتي، بعيد عن الناس، بعيد عن الفايتات. وأكيد مفيش فايتات كتير لأن معظم اللي يجيب موتات، لأن داخل باتل رويال عادي وليس مصنف. زي ما انت شايف كده. وهنا واحد ضرب عليا شوية بالعربية زي ما انت شايف اهو، سبته ومشيت. برضو مش هفايت مع حد انا دلوقتي. لسه 13 واحد، دلوقتي فاضل 7. وكمان نزلوا بقوا 6، وكده قربنا من الهدف بتاعنا. لازم تفضل اخر 5 اشخاص من الجيم وتموت روحك في اي وقت بقى، مش مشكلة. وعادي ليك مسموح تجيب كل واحد فقط. زي ما انا هعمل كده هجيب كل ده، لان ما فايتش مع حد خالص. يا ابني انجز يا دي النيلة. خد يالا، تعال 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 تعال. انا رايح فين؟ رايح فين؟ خد. الواد مش راضي يموت. راح تركب العربية؟ يلا يا ابني هيمشي. تعال تعال، هفجرها لك، مش هسيبك النهاردة. يا انا يا انت. الواد مش راضي يموت يا ابن الذين. ايه يا عم، شفرة الموت ولا ايه؟ دي يلا موتنا انا وهو موتنا. وده خد الجيم على الجاهز. عاش يا ابني والله. تعالى بقى نشوف لنا التوب 3. اهم حاجة لازم تطلع من اول 5 توبات، يعني 1 او 2 او 3. زي ما انت شايف كده المهمة اتعملت بكل سهولة. وبس كده، سلام.